السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة انجليش ببساطة مع مس أروى غريب. النهاردة بإذن الله هشرح لكم درس النهاردة بعنوان الأوبجكت بروناونز، ضمائر المفعول. بس قبل ما نبدأ درس النهاردة تعالوا كده نفتكر سوا الدرس بتاع الفيديو اللي فات، واللي هو كان بعنوان السبجكت pronouns. اوكي، هتقولي لي ليه يس نفتكر الدرس اللي فات؟ هقول لكم عشان الدرس ده معتمد على الدرس بتاع الفيديو اللي فات، فأي حد ما شافش الدرس بتاع الفيديو اللي فات هتلاقوه بعنوان السبجكت pronouns. قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا عندنا 7 ابطال. اوكي، ال7 ابطال دول اسمهم السبجكت pronouns، ضمائر الفاعل. تعالوا كده نعرفهم سوا. اول واحد عندنا الاي، الهي، الشي، الات، الوي، واليو، واخر ضمير عندنا ازاي. طيب دول معناهم ايه؟ تعالوا كده. الاي يعني انا، الهي هو، الشي هي، الات هو او هي بس لغير العاقل. لغير ايه؟ العاقل، اي حاجة مش انسان. تمام كده؟ تمام. الوي معناها نحن، اليو انت، الذي هم. تمام معايا لغاية هنا؟ تمام. تعالوا نكمل. عاوزة اقول لكم ان احنا لازم نعرف معلومة مهمة. السبجكت بروناونز اللي هي ضمائر الفاعل دي بتيجي قبل الفعل. بتيجي قبل ايه؟ قبل الفعل. اما الدرس بتاعنا اللي هو الاوبجكت بروناونز، ضمائر المفعول دي بتيجي ايه؟ بتيجي بعد الفعل. وخلي بالكم برضو ان الفاعل اللي هو السبجكت هو اللي بيعمل الفعل، اتفقنا؟ والمفعول اللي هو الاوبجكت هو اللي بيتأثر بايه؟ بيتأثر بالفعل. يبقى السبجكت هنا اهو زي ما احنا شايفين، السبجكت هو اللي بيعمل ايه؟ الفعل. اما الاوبجكت اللي عندنا في العنوان فوق ده هو اللي بيتأثر، اهو الاوبجكت هنا عندنا هو اللي بيتأثر بايه؟ بيتأثر بالفعل. اتفقنا؟ الاي والهي والشي والات والوي واليو والذي. قلنا دول كده مين؟ دول كده ضمائر الفاعل. طيب نيجي لضمائر المفعول. الاي بتتحول لمي، الهي بتتحول لهم، والشي هتبقى هير، الات زي ما هي هتفضل ات، الوي هتتحول لأس، اليو هتفضل زي ما هي يو، اما الذي فهتتحول لايه؟ لذم. تمام. يبقى هنا قلنا كده ان دول السبجكت بروناونز ودول الاوبجكت بروناونز. اتفقنا لغاية كده؟ الاي بتتحول لمي اهو زي ما احنا شايفين، الهي لهم، الشي لهير، الات زي ما هي ات، الوي اس، اليو زي ما هي يو، ازاي بتتحول لايه؟ لذم. بعد ما تعرفنا على ضمائر الفاعل وضمائر المفعول السبجكت والاوبجكت بروناونز، تعالوا كده تخيلوا معايا الجملة دي. بصوا كده معايا. علي loves سارة. انا عايزة اختصر الجملة دي، هنعملها ازاي؟ في ناس هتقولي هنحط مكان علي
subject pronouns. نحط ضمير فاعل، هتبقى he loves سارة. هقول لك حلو جدا وممتاز وبرافو عليك، بس كمان في طريقة تانية ممكن نختصرها اكتر. هنقول he loves hair. ايه رأيكم؟ شايفين احنا عملنا ايه؟ حطينا مكان علي مرة هي ضمير فاعل، وفضلت معانا هي اهي زي ما هي. الفعل في كلا الحالات كله فضل زي ما هو، وهنا بدلنا مكان سارة حطينا ايه؟ حطينا ضمير المفعول hair. اتفقنا؟ لان لو تفتكروا قلنا ان الفاعل مين هنا؟ هي اهو، هو اللي بيعمل ايه؟ الفعل. تمام كده؟ الفكرة وضحت؟ تعالوا كده هنا معايا اديكم امثلة بسيطة. عاوزة اقول انا بحبها، I هتبقى like hair. تمام كده؟ طيب عايزة اقول هي بتتصل بيا، هنقول she calls me. هي بتتصل بيا انا. طيب هنقول حاجة تانية، اديكم مثال اكتر عشان الدنيا تكون ايه؟ واضحة. عاوزة اقول ان احنا بنساعدهم، we بصوا كده help them. شفتوا ازاي؟ الموضوع سهل جدا وبسيط. طيب تعالوا كده نجرب مع بعض عشان اشوف ان انتوا فهمتوا ولا لأ. هديكم مثال وركزوا معايا. عاوزين نقول علي plays with نقط، وانا مديالكوا بين القوسين I. هينفع نحط I؟ يعني انتوا كده من وجهة نظركم هينفع نحط I دي تعالوا نحللها واحدة واحدة. I دي ضمير فاعل صح كده؟ ضمير الفاعل بيجي في اخر الجملة؟ لا طبعا ما ينفعش ان هو يجي فين؟ في اخر الجملة، لان ضمير الفاعل هو اللي بيعمل الفعل. هو اللي بيعمل ايه؟ الفعل. ومين هنا عندنا هو اللي بيعمل الفعل؟ علي. يبقى علي هو اللي بيلعب. طيب with ايه؟ هتبقى with me. هنستبدل I بكلمة ايه؟ me، لان me هنا ضمير مفعول، يبقى علي بيلعب ايه؟ معايا. طيب تعالوا كده نجرب واحدة تانية وركزوا معايا كويس جدا. هنقول سارة تمام likes نقط، وحطلكوا بين القوسين they. هل هينفع ان احنا نقول they؟ نحللها برضو واحدة واحدة. they هنا ضمير فاعل subject، وقلنا ان السبجكت بيجي في الاول. هل ينفع نحطه في اخر الجملة؟ مين اللي بيجي في اخر الجملة؟ ضمير المفعول الاوبجكت بروناون. طيب they لما تيجي تتحول معانا لضمير مفعول هتتحول لايه؟ برافو عليكم، هتتحول لذم. هتتحول ايه؟ لذم. يبقى they هنا بقيت عندنا ايه؟ ذم. اوكي؟ في كده معاكم اي مشكلة؟ هستنى رأيكم، تكتبولي في التعليقات اذا كانت سهلة ولا صعبة. تمام كده؟ واخر حاجة هعمل لكم خلاصة كده بسيطة تفهموا بيها الدنيا. الفاعل هو اللي بيعمل ايه؟ الفعل. دي حاجة خلاص احنا متفقين ايه؟ عليها. تمام؟ والمفعول هو اللي بيتأثر بالفعل وبيجي اخر الجملة، اما الفعل بيجي فين؟ في اول الجملة. تمام كده؟ يبقى كده انا قلت لكم كل حاجة خاصة بالدرس النهاردة.